منظمة سارة لمناهضة العنف ضد المرأة من أجل اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 25 نوفمبر نعلن حملتنا تحت شعار الاحتلال هو أكبر عنف على المرأة والطبيعة. يصادف اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة هو يوم نجدد التزامنا الجماعي بالقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في كل مكان. هذا ليس مجرد يوم للتذكير بل هو دعوة للعمل. إن للعنف ضد المرأة والفتيات ظاهرة عالمية مدمرة تعرقل التنمية وتنهك حقوق الإنسان الأساسية. يتخذ هذا العنف أشكالا متعددة من العنف الجسدي والجنسي إلى التحرش والتهديدات والعنف الاقتصادي والنفسي. لا مكان لهذا العنف في مجتمعنا. نحن ندين جميع أشكال العنف ضد المرأة ونؤكد إلى ضرورة حماية النساء والفتيات من جميع أشكال والإيذاء والتمييز. ندعو جميع المجتمع المدني والمنظمات المدنية والمحلية والمؤسسات النسائية إلى الانضمام إلينا في هذه الحملة وإلى العمل معا من أجل تحقيق عالما خاليا من العنف ضد المرأة. يجب علينا جميعا أن نلعب دورا في مكافحة هذا العنف ضد المرأة لنعمل معا من أجل بناء عالما ومجتمعا أكثر عدالة وأمانا متساويا للجميع، فلنجعل من هذا اليوم نقطة تحول نحو مستقبل أفضل، حيث يتم اليوم الإعلان عن بدء حملة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 25/11/2024 على مستوى إقليم شمال شرق سوريا تحت شعار الاحتلال هو أكبر عنف على المرأة والطبيعة. تهدف النساء والرجال في القرى والبلدات وأطراف المدن وضمن فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نعلن لكم برنامج الحملة. أولاً عمل جلسات حوارية بالتشبيك مع مؤسسات وتنظيمات نسائية، إعطاء محاضرات في البلدات والمدارس، سيتم تعليق أرمات فيليكس بمدخل الملدات وتلصيق ملصقات وتوزيع براشورات عن اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، عمل وقفة احتجاجية تضم الحركات النسائية منظمة سارة مناهضة العنف ضد المرأة في مقاطعة الحسكة بتاريخ 11/11/2024